انا ايمي الشريف، ودي قناتي على اليوتيوب، قناة ايمي الشريف. مع بعض النهاردة هنعمل رز بسمتي بالخضار المشكل بالبشاميل بطريقة سهلة ولذيذة. بس الطبق اللي قدامكم ده انا ما سويتهوش. انا بصراحة بنتي عندي، وقبل ما تروح عملت لها كذا وصفة، فبديل لها الوصفات مش مستوية، هي بقى بتسويها في بيتها. فانا حبيت بس اوريكم ازاي تجهيز طبق زي ده. الفكرة ان انا عندي رز بسمتي من امبارح، حبيت ان انا اعيد تدويره تاني، فعملت الوصفة اللي انتوا شايفينها الحلوة دي. عايزة اقول لكم القالب طلع يجنن، وفي مكونات روعة، ومش ممكن اللي ياكل منه يتخيل ان هي وصفة فيها اعادة تدوير، ان انا بستخدم رز انا كنت عاملاه بايت من امبارح. فبالتالي يعني الرز مش بيبقى احسن حاجة ان هو يكون بايت. فبصوا الوصفة دي تجنن. انا حطيت فيه لحمه مفرومه وبصل وفاصوليا وبسله وجزر. بصوا عملتها ازاي. بصوا انا جبت طاسه وحطيت معلقه سمنه وحطيت معلقه بصل مبشور كبيره. انا بدبلها بس مش بسويها. عندي كيسه فيها شويه جزر على بسله فروزن، برضو حطيتهم بالشكل ده. وانا مش بغير لون الخضار ولا البصل ولا اي حاجه، انا بس بدبلهم، بخليهم يتقلبوا مع السمنه، ويبداوا كده يفكوا من التتليجه اللي هما فيها دي، ويبداوا يعني كانهم هيدخلوا في السوا. طبعا الحاجات اللي انا حطاها دي ما بتاخدش تسويه خالص. الكيس الفروزن بالذات بتبقى كانها نص تسويه. والبصل طبعا انا بقول لكم مبشور، فبالتالي هو مش هياخد تسويه. بنزل بقى بحوالي معلقتين كبار كده عصاج، ده محطوط في الفريزر، فباخد قطعة كده منه. برضو مجرد ما هياخد تقليبة مع المكونات الحلوة دي، هتلاقي ان هو يفك خالص، مش هيبقى متماسك بالمنظر ده. كان ممكن برضو افكه في الميكرويف الاول، بس زي ما قلت لكم الدنيا سهله قوي، مش محتاجه حاجه خالص. بس مجرد ما بقلبها وبخبط عليها بالمعلقه كده، الدنيا كلها فكت. بعد كده بنزل بالرز. برضو الرز انا مش فكاه، برضو كان ممكن افكه في الميكرويف الاول، انا عشان اوريهولكم ان هو رز مش طازه، يعني انا مش لسه عاملاه خالص. بصوا، وببدأ اقلب بقى، انا هنا مهديه النار خالص. دوري بقى في المرحله دي بقلب بالراحه، بحيث ان حبه الرز تفضل متماسكه وبنفس حجمها، وفي نفس الوقت بتفك من بعضها، بحيث يبقى الرز الاخر كده مفكوك من بعضه. بصوا، عايزه اقول لكم الوصفه طلعت تجنن، والله تجنن، حاجه جديده كده مختلفه. وكمان حطي بقى رشه ملح، ورشه فلفل اسمر، ورشه قرفه. القرفه بقى بتودي الوصفه في حته تانية، بتخلي طعمها حلو قوي. وطبعا دي اختياري، برضو اللي بيحبش طعم القرفة ممكن يستبعد الخطوة دي. بصوا بدأ الرز بقى يفك من بعضه كده، وانا هنا ههدي النار عليه خالص، واسيبه بقى يستوي كده، مش يستوي يعني يفك من بعضه، بس اهم حاجة انه يكون على نار هادية. في الوقت ده هروح على البوتاجاز، بحط مع 4 معالق سمنة. طبعا انا بعمل بشاميل اكتر من كمية القالب، لان انا هستخدمها في وصفة تانية. فبحط 4 معالق سمنة، وبحط 4 معالق كبار دقيق، يعني حوالي 5 معالق دقيق كده. بس انا بصراحة بحط من الكيس على طول. فهو يعني كوباية الحليب بتاخد معلقة دقيق وبتاخد معلقة سمنة. انتي بقى ضعفي الكميه زي ما انتي عايزه. وعلى فكره البشاميل من الحاجات اللي ممكن برضو لو فضلت معاكي تحطيها في الفريزر، وترجعي تفكيها مره تانية تستخدميها لو انتي محتاجاها في وصفه تانية. او لو هتستخدميها تاني يوم على طول، فممكن تسيبيه في نفس الحله بتاعته كده في التلاجة، على ارفف في التلاجة، وتستخدميه تاني يوم عادي خالص، مجرد ما تولعي النار عليه على نار هاديه خالص، وتسيبيه ان هو يفك من بعضه كده، وتحطي عليه معلقتين حليب، بيرجع كانك لسه عاملاه. بصراحة مع غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية اللي الناس فيها، فلازم الواحد يعني يبقى اخد قرار ان هو ابدا لو اي حاجة بايتة من امبارح او حاجة، لازم الواحد يعيد استخدامها. بس برضو ما تبقاش يعني حاجة يعني تجدير للي موجودين في البيت، يعني احنا نغير شكلها بحيث ان تبقى وصفة جديدة ولذيذة. بديها تقليبة حلوة كده بحيث اوصل للقوام اللي انا عايزاه، كده قوام مظبوط. بستنى لحد ما يبدأ ياخد يعني يبدأ هيتحمص كده او يبدأ هيغير لونه، انزل بالحليب. طبعا الكمية دي هتاخد على الاقل 4 كوبايات حليب واكتر. فانا هنزل بال4 كوبايات الاول مرة واحدة من العلبة كده على طول ساقعين، يعني الحليب يكون ساقع علشان تضمني ان مفيش حاجة تكلكع منك بالشكل ده كده. وبعد كده بقى تبداي تظبطي الكميه بعد كده. هو غالبا برضو انا هاخد كوبايه كمان على الاقل، يعني مش اقل من 5 كوبايات حليب للوصفه كده بالشكل ده كده. وتتقلبي بقى بسرعه بحيث ان هو ما يكلكعش منك. قلقانه استخدمي مضرب السيليكون،
هيساعدك برضو ان انتي مفيش حاجه تكلكع منك. لو قلقانه اكتر ممكن تسيبي الدقيق يبرد والاخر انزلي بالحليب بارد وقلبي واضمني ان هو اتقلب مع بعض، وبعد كده تحطي الملح والفلفل بتوعك بقى وتحطي وترفعيه على النار مره تانية. انا هنا حطيت الملح والفلفل بتوعي، ممكن تدوقي في المرحله دي عشان تطمني ان كميه الملح مناسبه. عندك جبنه كريمي ممكن تحطيها، بتنقل بقى الوصفه في حته تانية خالص. عندك قشطه، عندك كريمه لباني، اي حاجه متاحه في المرحله دي بتدي اضافه وبتعزز الطعم حلو قوي. بصوا كده، البشاميل ده من الحاجات المهمه قوي، لازم الواحد يكون بيعرف يعمله كويس. انا بصراحه ما بحبش الباكيتات الجاهزه، يعني عمري ما اشتريتها. يعني انا بحب ان او بحس ان البشاميل البيتي اللي بيتعمل كده بالطريقه دي بيديني نتيجه احسن كتير، واكيد موفر كتير عن اي حاجه تانية. انا كده بقى وصلت تقريبا، قربت اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هطفي النار، وخلي بالك هو القوام بيتقل شويه بعد ما بتطفي النار. بس كده، بصوا الجمال، مفيش اي كلكعه فيه ولا اي حاجه. القالب بتاعي بقى بحط فيه شويه بشاميل، وبعد كده ولا بقى سمنه ولا اي حاجه، لان هو البشاميل هو الماده العازله من تحت. وبعد كده بحط بقى الرز الحلو اللي احنا عملناه. بصوا الجمال، بصوا الالوان، وعايزه اقول لكم الريحه تجنن. وبحط كميه الرز وبضغطها، واحط طبقه من البشاميل من فوق. انا لحد الخطوه دي وهوقف خلاص، لان زي ما قلت لكم الطبق ده مش ليا، فانا لبنتي، فهي هتسويه في بيتها. اللي هي هتعمل ايه بقى، هتحطه على الرف الاعلى في الفرن بتاعها لمده 20 دقيقه بالظبط. المكونات كلها هتختلط مع بعض، والحاجات اللي هي محتاجة تسوية 10-20% خلاص هتدخل في التسوية، وهياخد وش بقى محمر من فوق حلو كده. ويا حبذا لو حطيته على الوش رشة موتزاريلا، بتبقى حكاية. انا مرات ساعات بحط رشة موتزاريلا وعليها زيتون متقطع صغير كده. بس كده، انا بضغطها بس عشان القالب بتاعي اخد شكل، الرز يستقر جواه. وبعد كده بحط بقى كمية بشاميل حلوة بحيث ان هي تنزل من الجناب كده. بصوا، انا قصدا ان هي تدخل في الجناب عشان تساعد على التسوية برضو من الجناب بالشكل ده. بصوا الكمية كده كلها، يعني بتحطي بقى الكمية لحد ما تضمني ان الوش اتغطى كله. البشاميل شايفين لسه سخن اهو، والرز سخن، ويبقى نزل من الجناب كده. بس كده، مش عايزه اكتر من كده. اظن وصفه سهله، واعاده تدوير لحاجه ما كناش هنستخدمها، بس عايزه اقول لكم طلعت وصفه رائعه. يا ريت تجربوها وتقولي رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.